زميلنا أيضا أحمد رفعت كتب في على البوابة فيتو البرادع ونوبل في البذاءة. هل رأيت الفيل يا خليل؟ هذا السؤال كان في مادة المطالعة التي لم أتشرف بدراستها، فنحن آخر أجيال عمر وأمل، لكن ظل سؤال المطالعة في الأذهان وعلى ألسنة الكثيرين، ويحق اليوم أن نستبدل السؤال ليتعلم الكثيرون سؤال آخر، هو هل سمعتم الشتايم يا شوية؟ ويحق لكل واحد أن يكمل النقاط بما يريد. ورغم التحفظ ابتداء على فكرة كذا وكذا، ورغم احترامنا لآراء الكثيرين أن كل التسجيلات مرتبطة بالشأن العام وليست شخصية، إلا أننا من المؤمنين أن مكانها عند جهات التحقيق والقضاء. لكن مدهش جدا فيما زعته صدى البلد كل هذه الألفاظ والشتائم والبذاءات لرجل كان البعض يرشحه لحكم مصر. يا خبر أبيض، كيف لرجل يحتقر نخبة البلد كما يقولون ويسبهم ويشتمهم، وهذه آراءه فيهم، فماذا يمكن أن يقول عنهم لو حكمهم؟ والأخطر، رجل يحتقر نخبة البلد، فماذا يمكن أن يقول عن بسطاء وغلابة وكادحين مصر؟ فماذا إن خرج عليه وصار ضده هؤلاء الغلابة والكادحين والبسطاء؟ سيقول كما كان يقول السفير البريطاني أيام الاحتلال ومعه بشوات الملك: ارموهم بالرصاص. هذا البرادعي وقد اعتاد التهجم على الرئيس عبد الناصر، ولم يهاجم أحد بأثر رجعي إلا عبد الناصر، إلا أننا نرى الأمر الآن منطقيا، فمن يتصف بكل هذه الانفلات بكل هذا الانفلات في الألفاظ والعبارات والشتائم لنخبة مصر، من الطبيعي أن يهاجم ويشتم أكثر حكام مصر قربا من الغلابة والبسطاء وأكثر من حاز لهم. وقد كان ناصر وبلا جدال أطهر وأشرف مليون مرة من البرادعي وأمثاله. يقول الزميل أحمد رفعت: هذه العجرفة لا تسمح لصاحبها بلعب أي دور في هذا البلد. من يريد أن يخدم المصريين عليه أن يلزم التواضع ويتحدث لغة وطنه وشعبه، وأن يحترم الآخرين ويحترم آدميتهم وغيبتهم وإمكانياتهم وقدراتهم. إن لم يفعل ذلك مع نخبة البلد، فكيف سيخدم ويحترم أصحاب الجلاليب الزرقاء ومن يتصببون عرقا أو إخشنت أيديهم بفعل أكل العيش الحلال الشريف؟ هذا الشعب من طينة وأثبت البرادعي فيما أذيع عنه أمس أنه من طينة أخرى تماما يستحق معه وعن جدارة نوبل البذاءة وربما بلا منافس. الحمد لله، هكذا يقول الزميل أحمد رفعت في فيتو: الحمد لله الذي أنقذ هذا البلد من مصائب ومكائد عديدة، ورحم الله زويل العالم الجليل الذي ناله من بذاءات البرادعي ما ناله. وكل التحية لقواتنا المسلحة، يد الشعب القابضة على جمر الوطنية والضاربة بقوة عند اللزوم. كل التحية ليكوا جميعا، لكل واحد، لأنه هذا الأمر هو أمر فاصل ما بين الدفاع عن الوطن وعن الجيش، أو الدفاع عن من يخون الوطن ويسب الجيش ويهدم الدولة المصرية.